العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هحكي لكم المثل بيقول إيه؟ أسد عليا وبره نعامة. حكاية سيد متجوز فوزية وعامل فيها سيد. كل ما يخش البيت يكهربه، يزعيق وشخط ومش عاجبه حاجة. وفوزية واقفاله على شعرة من دماغها هي والعيال عشان يبقى راضي. وجت مرة صاحبة فوزية تزورها عشان تقول لها أنا نقلت بيت جديد، والبيت الجديد ده في وش دكانة سيد جوزك، وسيد جوزك ده الناس بتحبه وبيضحك مع الناس ويهزر. وبعدين فوزية استغربت، ده قالت لها بيخش البيت شخط ونكد وبيكهرب البيت، ده أنا والعيال ما بنستريحش إلا لما يكون هو في الشغل. قالت لها أنا مش مصدقاكي. قالت لها طب قومي البسي وغطي وشك عشان ما يعرفكيش وتعالي شوفيه بره. وفعلا قامت فوزية وغطت وشها وراحت مع صاحبتها، وراحوا وشافت بعينها وهو عمال يضحك ويهزر مع أصحابه ومع الزباين. وهو أول ما شافهم قال لها يا مين دي اللي مغطية وشك وجايباها معاكي؟ قالت له واحدة صاحبتي. قال لها ما قلتيش ليه؟ كنا فرشنا الأرض ورد عشان خاطر صاحبتك. فراحت هي فوزية كشفت عن وشها، فهو اتخض كده أول ما شافها. قالت له أسد عليا وبره نعامة. وإن عجبتكم حكايتنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتمسوا بالخير يا حبايبي.